سيدة لبنى الصغيري، محامية بهيئة الدار البيضاء، نائبة برلمانية عن جهة الدار البيضاء حزب التقدم الاشتراكية. بكل أسف وبكل حزن تتبعت قضية البنت كنزة. كنزة اللي في لحظة وعي شافت بلأن ميمتها ما عندهاش مدخول ديال العيش، شافت بلأن الأخ ديالها ما غيقدرش يواكب مصاريفها، هي كبنت عندها مجموعة ديال الاحتياجات وغيواكب احتياجات ميمتها اللي ربما مرة كبيرة ومسنة ومريضة. اخذت القرار وطلبت من الاخت ديالها انهم يبحثوا لها على دار من الديور تشتغل فيها، تشتغل بدراعها. كنزة تحية كبيرة لها، لان ما اختارتش طرق اخرى، ما اختارتش طرق المجون، ما اختارتش ربما طرق الدعارة، ما اختارتش ان السعايه في الشوارع، ما خطفتش الوليدات الصغار وخرجت كتسعى بهم في الشوارع. كنزة بريئة، حسات بشويه القوه ديالها، بشويه ديال داك الشقاء وداك التعلام اللي كيتعلموه بنات البوادي، وفكرات ان بهذا المجهود هذا غتقدر تمشي تخدم وتجيب واحد المدخول شهري لمينتها. وربما من بعد ما كانت قانطه عند مينتها في العروبيه، قانطه عند اختها في المحمديه، غتقدر تشتغل في احدى الدور، ربما اختها واش مراكش المحمديه لا اذكر. على اي في لحظة وعي قررت أنها تشتغل بدراعها وتحصل على واحد المورد مادي. سوء حظها كنزة ما طاحتش عند الناس اللي كيشبهوا المغاربة اللي كنقول دائما أنا أنهم الدار الكبيرة، دار الكرم، المغاربة. إلا رجعنا المتخيل المغربي والثقافة الشعبية المغربية كنلقاو بأن عاملات المنازل كانوا كيتعتبروا بنات الدار. كانت مولات الدار كيف كتزوج بناتها كتزوج عاملات المنزل اللي عندها. كانت اولاد هذيك العامله هما كيتعتبروا اولاد ديال هذيك الدار. كاينين عاملات المنازل اللي تم استفدوا من الوصيه، عاملات المنازل اللي استفدوا من مداخل ماليه اعترافا وعرفانا بالمجهود اللي كدير ديك البنت. ولكن للاسف العائله، سوء حظ كنزة انها طاحت في عائله اللي ما خدتش بعين الاعتبار. ربما انا سمعت في احدى الفيديوهات ان السيده ربما كانت كتعيش في اوروبا وبالتالي ما متشبعاش بالثقافه المغربيه ربما، ولكن هذا الشيء في كل الاحوال كيبقى الانسانيه اللي كتخدم هنايا. على اي كنزة من شهر يناير 2024 الى غايه متم او 24 يوليوز 2024، بمعنى ما يقارب 7 أشهر، كنزة المسكينه عانت التعذيب، ونقدر نقول عانات الاحتجاز، لان زوج الاخت ديال كنزة كان كيجي للدار، وكانت السيده كل مره كتبرر انها غير موجوده، انها في مراكش، انها في محمديه، انها مع الوليدات، انها كتسخر. ولكن نحن دابا عرفنا السبب الحقيقي، لان كنزة كانت دائما كتعرض للعنف وكتعرض للتعذيب، وبالتالي ان العائله ديالها لو انها هذاك السيد كان شافها كان غيعاين وغيلاحظ الاضرار اللي كتعاني منها كنزة. الطبيب المعالج وكنحييه وكنحيي المحسنين اللي تبناو القضيه، وتحيه كبيره لسائق الطاكسي اللي خدا بيد كنزة، اللي ما هربش من المسؤوليه، اللي تاق في كنزة، وفي اللحظه اللي كانت هي عافاكم الله وحاشاكم كانت امرت انها تخرج الزبل وترجع باش يكمل التعذيب والتنكيل ديالها. في هذيك اللحظه تمت الاستغاثه ديالها بسائق الطاكسي اللي كيف قلت انه تبناها وداها للمحطه، خدا لها تذكيره ودخل في خط مع الزوج الاخت ديالها وجراو، وربما مشاو للمستشفى العمومي، وللاسف المستشفى العمومي فيه ما فيه، ودخل على الخط المحسنين اللي تبناو القضيه في مستشفى خصوصي، واللي الطبيب المعالج عاين ان هناك قصور على مستوى الصدر، العمود الفقري، اليد، الانف ديالها، ومن هنا كيفسر هذاك التشوه اللي عندها في الوجه ديالها. لان انا الوجه انا عرفتو ماشي هذاك هو الوجه ديال كنزة، ودخلت وشفت في الارشيف الصوره الحقيقيه ديال كنزة، البنت البريئه، البنت الصغيره اللي ما كانتش مسكينه محظوظه. ومن هنا اسمح لي نقول لك نديروا الانزال ديال الماده ديال النص 19/12 اللي كجمعويين وكحركه نسائيه وكفاعلين سياسيين فرحنا به عند دخول حيز التنفيذ في اكتوبر 2018، ودرنا مجموعه ديال الوصلات التحسيسيه والندوات فقط
باش ان المواطنات والمواطنين يعرفوا بقيمه هذا النص. هذا النص اللي يعتبر طفره. علاش؟ لانه كيحيد المصطلح الذي كانت تسمى به عامله المنازل سابقا، عرف لنا عامله المنازل، عمال المنازل، جاب لنا في النص ديال في نهايه النص على ما اظن الفصول الاخيره انه تيقول لك استبدال هذاك التعبير بعامله وعمال المنازل. كيتحدث لنا على عقد الشغل الذي يجب ابرامه ما بين العامله او العامل وما بين ربة العمل او رب العمل، كيفاش انه خصو يتحرر من 3 نظائر وخصو يتسمى صدقه عليه، ونظير يكون عند كل طرف والنظير الثالث عند مفتش الشغل، وكيفاش انه الا ما تمش احترامه طبقا لمقتضيات قانون التزامات العقود لان العقد شريعه المتعاقدين خص مفتش الشغل يدخل على الخط. النص كيحدد لنا مقتضيات الماده 6 اللي كتحدد لنا السن الاهليه للشغل اللي هي 18 سنه، والماده 6 اللي جابت لنا المرحله، جابت لنا الفتره الانتقاليه ديال 2 سنين. وهنا انا ارفع القبعه لحزبي لوحده التقدم الاشتراكيه الذي ناضل جاهدا انذاك بان السن يجب ان يكون 18 سنه. وانذاك كان الرفيق رشيد ركبان نائب برلماني، وانذاك هو كان رئيس منظمه طلائع اطفال المغرب، وحتى السيد الامين العام انذاك كان في منصبه الحكومي، وكان نضال حكومي كبير، كان نضال حزبي كبير على هذا النص من داخل قبة البرلمان، من داخل الحكومة، باش قدر يخرج النص بالصيغه ديالو. لان جات فتره انتقاليه ديال انه القاصره تشتغل من 16 ل 18 لمده فتره 5 سنوات، ونحن حاليا تجاوزنا 5 سنوات. السيد وزير الشغل يجب ان تاخذ بعين الاعتبار وانت تحمل مشعل تعديل مدونه الشغل، وانت تقول في جلساتك واسئلتك الشفويه بالجلسه العموميه انك تشتغل على مدونه الشغل. مقتضيات الماده 6 ماده 19 12 يجب حذفها، يجب حذف، يجب اعتبار سن التشغيل هو سن 18 سنه. ناقشته عن طريق سؤالي الكتابي، عن طريق سؤال الكتابي ناقشت كمبدا ان الاجراءات المضمنه مقتضيات ماده 19 12 لا تخضع للمراقبه من طرف السلطات الحكوميه المعنيه، وزاره التشغيل والمقاولات الصغرى وكذا كذا لا تقوم بدورها اللازم. هنا نعاود نقول كيف قلت في منابر اخرى، ما جدوى النصوص الا ما كناش غادي نراقبوها، ما جدوى النص والتصويت على النص في البرلمان في مجلس المستشارين، في القراءة الثانية، في التصويت عليه، في صدوره عن طريق القنوات التشريعية اللازمة، إلا ما كناش غادي نحرصوا على أن هذه النصوص أنها تفعل، أن مؤسسات مفتش الشغل اللي كتجي في مقتضيات المادة 19-12 التي يتم إطلاق يدها بأنها تدخل تراقب، بأنها تراقب عقود الشغل، مفتش هذه المؤسسه اللي فيها عناصر على الصعيد الوطني لا ما كافياش انها تقوم بالمهام ديالها. لا، يجب ان تتم الادانه، يجب ان تتم الادانه. والسيد وانا اكيده لانني كنعرف الساده القضاة الحكمه ديالهم، الكفاءه ديالهم، وهو يختلي للمداوله انه سيتم اعمال سلطته التقديريه، لانه ماشي وانه سيتم تشديد العقوبه، لان هنا يجب الضرب بيد من حديد على هاد الناس هادو باش يكونوا عبره للناس اخرين. الى جانب ان حتى مقتضيات ماده 19 12 جايبه عقوبات زجريه بالنسبه ما تحترمش النص. وبالتالي انا اكيده ان هذه الادانه سيمكن ان ستكون مشدده، وانا اتمنى جاهده ان يسعفني الوقت، ان تسعفني الظروف لاتبنى هذه القضيه، لاحضر فيها، ادافع عن مصالح الطفله البنت كنزه.